خل أعطيكم معلومات على القاعة اللي داخلين جيم. شنو الأجهزة اللي تنزل وزني بسرعة وشلون أتعامل وياهن. تمام؟ ولد أو بنية سووا له حركة الإكسلور والمتابعة حتى غيركم يستفاد من هذا الحساب. نجي على أول جهاز. إذا دخلتوا جيم وشفتوا هذا الجهاز قدامكم والمدرب الكوتش اللي بالجيم اجى عليكم وقال لكم كل ساعة صعدوا على هذا الجهاز، يوميا صعدوا على هذا الجهاز راح ينزل وزنكم. فمع احترامات المدربين اعتبروه هذا مدرب فاشل. قولوا لي ليش؟ هذا الهزاز من سوته هاي الشركة او اي شركة سوته؟ يعني لا حد يزعل من هاي الكلمة. هذا الجهاز فاشل. قولوا لي ليش؟ هذا الجهاز يستخدم بالمواكب، يريح الاعصاب، هذا ما ينزل وزن، هذا مجرد انه تصعد عليه تهز بس، ما عدا انه شغل لك اغنية وتقوم ترقص توياه. هذا ما ينزل وزن. هذا اذا المدرب، اذا شفتوه بالقاعة واذا المدرب قال لكم ولد او بنية، سمعوني، اذا مدرب قال لكم وصعدوا على هذا الجهاز راح ينزل وزنكم، لو شفتوه مو معضل، لو شفتوه ماخذ بطولة، اعتبروه هذا مدرب فاشل. تمام؟ نرجع ونكرر، جهاز الجري ما ينزل وزن بين قوسين. تمام؟ خو اروح اقضيها بالشارع، ركض مشي ركض مشي ركض بالسطح، ركض مشي ركض مشي، حتى اذا عندك مسافة من نالي غاد، هاي مسافة من نالي غاد اركض بيها، اروح وارجع اروح وارجع، ولا اصعد على هذا الجهاز الجري. هذا الجهاز الجري اذا تريد صدق تنزل وزن ومصر علي تقول لي كابتن لا ينزل وزن، سويه جبلي واركض عليه اذا انت بيك حيل واذا انت بيك حيل. تمام؟ نيجي على الاجهزه اللي بالجيم، خلينا نقول مال نزول الوزن. البايسكل ارجع واقول يكسر وزن وينزل وزن ويدمر الشحوم رجلين وكل الجسم. تمام؟ جهاز الابتيكال البايسكل. اللف المعده، اذا شفتوا لف معده فهذا الجهاز همتين قوي. تمام؟ هذا يحتاج مثلا تلعبونه بين يوم ويوم، لان يوميا مو زين، لان عضله الخصر تكبر، هي عضله تكبر فما لها عليه. هذا لعبه مثلا 4 سيتات على 100. تمام؟ اذا شفتوا من هذا الجهاز مثلا، هذا الجهاز مال المعده، هذا الجهاز قوي طبعا، هذا الجهاز كلش قوي، هذا انصح تمرن عليه. تمارين الحره، اذا احد يعاني من الظهر انزلاق او شيء او مثلا مفاصل، تمارين حره تمرن تمارين خفيفه. يا ريت وصلت لكم الفكره. تمام؟ اذا بيكم حيل تلعبون تمارين بطن، تمارين حره، بيك حيل ما عندكم مفاصل، ما عندكم هاي الاعراض، العبوها. تمام؟ الكوتش اللي بالجيم تقول له يا بعد احنا عندنا مفاصل، فلا تلح علينا التمارين الحر، لان هاي التمارين الحره راح تتعبكم بالزايد. فاتمرن بالاجهزه. وارجع واقول دير بالكم من جهاز الهزاز. اذا المدرب له عليكم وقال لكم اصعدوا على هذا الجهاز فاعتبروه هذا مدرب فاشل. تمام؟ هاي معلومات سريعه ومعلومات ان شاء الله تستفادون منها اللي داخلين جيم.